سيرجي أولاسن كان خدام في شركة صغيرة ديال الحماية المعلوماتية في بيلاروسيا. واحد النهار في 2010 غادي يحاول يصلح بيسي ديال واحد من الزبناء ديال الشركة اللي كان كيطفيو شحال بدون سبب، وخلال البحث ديالو على المشكل غادي يطيح صدفة في فيروس كان في الحاسوب ديال الزبون. لكن الفيروس بعكس اي حاجة شافها في حياته كان متطور بزاف ومنتشر في انترنت لاكثر من سنة بلا ما يعرف عليه حتى واحد شي حاجة. فاضطر باش ينشر الفيروس مع المختصين ديال الامن المعلوماتي في واحد الفوروم كاين في انترنت باش يعاونوه ويكتشفوا السر ديالو. 3 ايام بعد ما نشر هذاك البوست على الفيروس في الفوروم، شركات كبيره ديال الحمايه دخلوا في الخط وتعجبوا من تعقيد هذا الفيروس الجديد اللي سموه ستاكسنت، وبداو كيديروا تحليل معمق للفيروس باش يعرفوا الهدف ديالو كيفاش خدام. وبالنسبه لهم اي فيروس عادي فهاد الخبراء كيقدروا يفهموه ويعرفوا شنو كيدير في دقائق معدوده، بينما هاد الفيروس دوزو اشهر وعاد بداو كيفهموه شويه. اول حاجه لاحظوا هي ان الفيروس فيه 20 مره حجم الكود اللي في فيروس عادي، وما فيه حتى بوك، اي مكتوب بطريقه سلسه ومثاليه، لكن مازال ما عرفوش الهدف منه وشنو غادي يدير. ثاني ملاحظه هي وجود بزاف ديال الثغرات زيرو داي في الفيروس. هاد الثغرات زيرو داي هي استغلال نقاط ضعف برمجيات وانظمه التشغيل اللي حتى واحد ما كيعرفها، حتى هذوك المبرمجين الاصليين اللي صايبوا البرمجيات بحال مايكروسوفت او ابل. يعني بهاد الثغرات الفيروس يقدر يدخل الحاسوب بلا ما تضغط على حتى حاجه وبلا ما تكليكي على حتى حاجه، وما كاين حتى حمايه ضده واخا دير اي انتي فيروس كاين. واذا كان في يو اس بي فغادي يدوز للاورديناتور غير تلصق هذاك الكلاي ويقدر ينتشر بالايميل او بالشبكات المتصله بكل سهوله. هاد الثغرات زيرو داي ديال انظمه التشغيل قليل بزاف فاش تكون، وكتباع في السوق السوداء بمئات الالاف من الدولارات للشبكات الاجراميه، وفي العام كامل تيتم اكتشاف 8 حتى 10 ديال الثغرات. بينما هاد الفيروس بوحدو لقاو فيه 4 ديال الثغرات زيرو داي دقه واحده، شي حاجه اللي بزاف وما عمرت تدارت من قبل، حيث ممكن على ابعد تقدير تلقى وحده في فيروس، حيت هاد الهاكرز كيشريو هاد الثغره بزاف ديال الفلوس وكيحاولوا يردوا فلوسهم بالسرقه ديال بطائق البنك ولا بانهم يكريبتيو الحاسوب ديالك او يطلبوا منك تخلصهم بالبيتكوين. لكن ما عمر الباحثين لقاو هذا العدد الهائل ديال الزيرو دايز اللي كتخلي قيمه هذا الفيروس هذا بملايين الدولارات. وخي هذه الدراسه الاوليه بينات الخبراء ان شي دوله غالبا هي اللي غادي تكون مورا الفيروس. حاجه اخرى لقاوها هي ان هذا الفيروس كيخدم سيرتيفيكات ديجيتال سرقوها من 2 ديال الشركات، جي مايكرون وريل تك، باش يبان على ان حقيقي فاش يتانستالا، وبعد ما كيتانستالا كيولي شبه مستحيل يتمسح واخا تفورماتي البيسي. وهاد السيرتيفيكا سرقوها من البارك انفورماتيك اللي فيه هاد الشركات بجوج في طايوان. يعني هادو اللي مورا الفيروس عندهم جواسيس بحال داكشي ديال جيمس بوند باش يدخلوا المقر هاد الشركات المحميه ويسرقوه. هاد الخبراء زادوا اكتشفوا اسرار اخرى ديال الفيروس، بحال ان فاش كيدخل شي حاسوب كيقلب على واحد البرمجيه خاصه ديال سيمنز، وهاد البرمجيه هي خاصه بجهاز تحكم منطقي قابل للبرمجه اللي كيتسمى اختصارا PLC. وهذا PLC هو حاسوب كيلصق مع اجهزه التحكم كتخدم في عمليات التصنيع بحال في خطوط التجميع في المعامل والمصانع او اجهزه آلية. يعني هذا الفيروس غادي يكون الهدف ديالو مهاجمه شي بنيه تحتيه حيويه، بحال يا اما محطه توليد الكهرباء او معامل تصنيع السيارات او شي حاجه اخرى او شي بنيه تحتيه ديال النقل او ديال الاتصالات. المفاجاه الثانيه هي انهم لقاو ان الفيروس ماشي كيهاجم اي حاسوب فيه اي PLC ديال سيمنز، لكن كيدير بزاف ديال التحقق باش يلقى واحد النوع بالضبط عاد باش يبدا الخدمه ديالو. يعني هادوك اللي صنعوا الفيروس داروا مجهود كبير باش يضربوا غير هدف واحد، وهذا الهدف غادي يكون شي حاجه في شكل. فشركات الحمايه بداو كيقلبوا على انتشار هذا الفيروس ولقاو منتشر في مئات الالاف ديال الحواسيب في امريكا واستراليا واوروبا بدون اي حس او اثر، وانتشر حتى في المعامل ومراكز صناعيه كبيره حول العالم. وبما انه مازال ما عرفوش اش كيدير فبداو تيتوقعوا اي حاجه بحال انه يقطع الضوء على دوله كامله او يدير شي انفجارات او يدمر بنيات تحتيه ديال النقل او ديال الطاقه. ولقاو ايضا ان الفيروس فوق ما دخل شي حاسوب جديد كيشوف واش كاين انترنت وكيتصل مع 2 ديال المواقع ديال كره القدم، واحد سميتو mypremierleaguefootball.com والاخر todaysfootball.com، والسيرفرات ديالهم كاينين في الدنمارك وماليزيا. وهكا المبرمجين ديال الفيروس كيعرفوا مدى انتشار الفيروس ديالهم، وايضا كيمكنوا الفيروس باش يعرف واش كاينه شي نسخه جديده منه ويدير ميزاجور. الصيف كامل ديال 2010 والباحثين كينشروا في هاد الاكتشافات ديالهم على الفيروس، لكن مازال ما عرفوش بالضبط الهدف منه.
حتى دخل واحد الهولندي مختص في اجهزه التحكم المنطقي القابله للبرمجه، وقال لهم ان اي جهاز من هذه الاجهزه عنده واحد الكود مميز، وقال لهم باش يقلبوا في الكود على هذا الرقم المميز واش يلقاوه. وباستعمال هذه المعلومه فعلا لقاو هذوك الباحثين ديال الامن المعلوماتي واحد الرقم في وسط الكود ديال الفيروس. فاش قلبوا عليه في هذه المنحه لقاو انها فريكوانسي تشارجر، اي مغير تردد كيصنعوه جوج شركات في العالم، وحده فيهم كاينه في ايران. وفاش قلبوا اكثر لقاو ان هاد مغير التردد مقننين من طرف لجنه المراقبه النوويه، يعني هاد المنشاه المستهدفه غادي تكون شي حاجه ديال النووي. وبداو كيشكوا في ان المحطه المستهدفه هي محطه ناطنز النوويه، اللي هي مفاعل نووي محمي مزيان من طرف ايران، وصعيب انه يتم تدميره بالطائرات وحتى الوصول ليه عبر الانترنت، حيت جميع الحواسيب فيه غير متصله بالويب. واللي زاد دعم هذه الفكره هما انهم لقاو ان اول 5 ديال الشبكات اللي تصاوبت بهذا الفيروس كانت شبكات وحواسيب ديال شركات في ايران، شركات متخصصه في الضوء او في الانابيب، وكلها شركات خدامه مع هذا المفاعل النووي في ناطنز. حيت اللي قادوا الفيروس عرفوا ان شي واحد من التقنيين في شركه من هذه الشركات الخمس غادي يزور ناطنز باش يقاد شي حاجه، وغادي ينقل عدوى الحواسيب تماك عن طريق شي USB، والفيروس غادي يدخل للشبكه ديال الحواسيب المسيطره على المفاعل بكل سهوله. الفيروس فاش كيدخل في الشبكه ديال المفاعل كيولي عنده القدره يحبس كل شيء او يفجر هذوك الاجهزه الطرد المركزي دقه واحده. لكن الفيروس ذكي على هكا، حيت اذا فجر هذوك الاجهزه فدغيا غادي يكتشفوه والايرانيين غادي يلقاو ليه حل. لكن الفيروس ملي دخل في 13 يوم الاولى ملي كيانفكتي لي زورديناتور ديال المفاعل، كيبدا يسجل لمده 13 يوم اي حاجه كتخرج في الشاشات المراقبه، حيت 13 يوم هي المده الكافيه باش يعمر جهاز الطرد المركزي باليورانيوم. بعد هذيك 13 يوم الفيروس كيبدا في الهجوم، وكيبدل مده تذبذب الطارده المركزيه الغازيه من 1000 هرتز ل 1400 هرتز، شويه كيرجعها ل 200 هرتز، وكيبدل حتى في ضغط الغاز. وهكا اليورانيوم ما كيتمش التخصيب ديالو، وهذوك الطاردات المركزيه كيبداو يضيعوا ويتهرسوا وحده مورا وحده، بينما المهندسين في وحده المراقبه ما عارفينش اش واقع، وما عارفينش علاش حتى حاجه ما خدامه مزيان، حيت في شاشات المراقبه كلشي غادي هو هذاك. وحتى اذا بغاو يوقفوا هذوك الطاردات المركزيه دا شكوا في وجود المشكل، فالفيروس كيحبس التوقيف ديالهم واخا يضغطوا على زر الامان. وهكا اكثر من 1000 طارده مركزيه بدات كتضيع وكتهرس، وبداو الايرانيين كيجريو على المهندسين ديالهم وكيدخلوهم للحبس حيت ما عارفينش السبب ديال الكوارث، وكيصحاب لهم ان المشكل جاي من شي عميل مزدوج او شي واحد ما دارش خدمته مزيان. لكن حتى واحد ما شك في ان المشكل هو بسبب فيروس معلوماتي الاكثر تطورا في العالم، كتبوا فريق سري عنده موارد ماليه وتقنيه غير محدوده بهدف واحد هو يدمر البرنامج النووي ديال ايران بلا ما يتعاقب بهم. وبعد كشف هذا الفيروس بداو تقارير وتسريبات على ان امريكا واسرائيل هما الدولتين اللي قاموا بتطوير هذا السلاح الالكتروني بتعاون مشترك، وسماو هذا المشروع باسم الالعاب الاولمبيه. واللي اكد هذا الامر هو ان اللي صنع هذا الفيروس غادي يكون عنده اكس الاجهزه شبيهه بالاجهزه ديال المفاعل ديال ايران، والدوله الوحيده اللي عندها هذا البلان هي امريكا، بعد ما تخلت ليبيا على برنامجها النووي في سنه 2003، وعطت جميع الاجهزه اللي عندها المختبر اوكريدج الامريكي في ولايه تينيسي. ايران بعد انكشاف هذا الامر ما دارت حتى تعليق، لكن بالزربه بدات في تطوير الجيش ديالها الالكتروني، وعامين من بعد غادي ترجع الصرف لامريكا والحلفاء ديالها، حيث يعتقد ان ايران مور فيروس شامون اللي هو فيروس دخل عن طريق الايميل لشبكه شركه ارامكو السعوديه، وفورماطا 30,000 بيسي ديالهم ودازت لشركه راس غاز القطريه. مع ان هذا الفيروس ماشي بالتقنيه المتطوره ديال فيروس ستوكسنت، لكن حتى هو كان عنده ضرر كبير على الشركه. وفي نفس الوقت الهاكرز ديال ايران المنتمين لتنظيم سميتو ايرانيان سايبر ارمي داروا هجوم ديدوس على بزاف ديال الشركات والابناك الامريكيه في عمليه سموها عمليه الابابيل، وقدروا يوقفوا بزاف ديال المواقع ديال هاد الابناك. هاد النوع من الفيروسات والهجمات الالكترونيه فهو سلاح بدا نوع جديد من الحروب الخفيه اللي ما كانش من قبل، لكن الخطر ديالو يوازي الصواريخ والقنابل، حيث ممكن يدمر المنشآت الحيويه ديال اي بلاد، ويقلب قطارات ويطيح طائرات، ويرجع المنشآت الطاقيه القنابل موقوته. واظن ان خاص حتى المغرب يبدا يستثمر في هذا المجال، خصوصا بعد ما شفنا في السنوات الماضيه قرصنت بعض المعلومات الحساسه من وزارات مغربيه ونشرها على تويتر. واظن ان الاستعداد للحروب الالكترونيه في هذا العصر خاص يكون بنفس الجاهزيه ديال الاستعداد للحروب التقليديه.
شكرا على المشاهدة، وإذا عجبك الفيديو ما تنساش دير جيم وسبسكرايب للقناة.